مثال خامس: الفضيحة لمن استهزأ بالنصيحة. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن فضل التيمي رحمه الله في كتابه شرح صحيح مسلم، قال: قرأت بعض الحكايات أن بعض المبتدعة حين سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. حديث صحيح رواه مسلم. أما تقوم من النوم، إذا كنت هتتوضى من إناء تحط يدك في الإناء، اغسلها الأول. أي مسلم فينا إذا سمع هذا الحديث يقول: والله الإسلام ده جميل، دي النظافة. سفيه سمع هذا الكلام فقال على سبيل التهكم: أنا لا أدري أين باتت يدي. إيه كلام؟ فأصبح وقد أدخل يده في دبره إلى ذراعه، أدخل يده في دبره إلى ذراعه،